لو احنا بقى هنيجي نتكلم عن علاج التكلسات بتاع الاوتار الدواره او الكالسيفيك تندونايتس، فلازم نعرف ان هو زيه زي اي علاج او بروتوكول علاج امراض العظام، وهو في الاول خالص العلاج التحفظي، ان احنا بندي للمريض بعض الادويه المضاده للالتهابات، ولو في الم شديد بنديله بعض المسكنات، ويعمل علاج طبيعي للعضلات المحيطه بالمفصل علشان يقلل التحميل على الاوتار الدواره وما يحصلش فيها قطع في المستقبل. تاني حاجة بنلجأ لها في العلاج هي الموجات التصادمية على الكتف، لأن الموجات التصادمية أو الشوك ويف ثيرابي ده ممكن يؤدي إلى تفتيت التكلسات لو هي كان حجمها صغير ولسه في البداية، وبيساعد على تسريع مراحل المرض اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، وبيفتت التكلسات والترسبات، وبالتالي يؤدي إلى عدم حدوث قطع الناتج عن تكون كامل للتكلسات داخل الوتر.